النهارده فيديو عن ليه الواحد لازم يبقى يوتيوبر. انا شغال في السياحة دلوقتي، فقابلت يوتيوبر كان عنده 20,000 سبسكرايب، ولقيته قاعد عندي في الفندق، فلقيت اف ام بي ده يعني حاجة زي المانجر كده، بيخدم عليه حرفيا. فانا استغربت، مكنتش عارف هو مين، فانا دخلت بتكلم معاه عادي، لقيته من ايطاليا بس بيتكلم عربي بتاع، فمش عارف ازاي بيتكلم عربي، بيقول لي ابويا مصري بتاع، المهم يعني. فبسأله انت شغال ايه؟ بيقول لي انا انفلونسر. بقول له ازاي يعني بتاع، فوراني البيج بتاعته على الانستا، عنده حاجه حوالي 40 حاجه و40 كده الف. فقلت تمام ماشي شغال يعني. فبص على اليوتيوب لقيته عنده 20,000. فقلت يا تمام يعني ماشي. بقول له وبتعمل ايه بقى على القناه ديت؟ اكتشفت ان هو بيعمل ريفيوهات للفنادق. الفنادق بتطلبه يجي يقعد يجرب يقعد عندهم مثلا 3 ايام او 4 ايام، وبعدين يعمل فيديو عن الفندق ويقيمه هل هو حلو او وحش. طبعا هو كده هيقول حلو انه قاعد ببلاش فهيعرص يعني، وهما الفندق بيعرصوا، فهو كده يعني معايا ودايره يعني. فانا استغربت ان ليه صلاحيات حلوه، يعني مثلا ال4 ايام دول يعملوا لهم مثلا يجي $700 او $1000 مثلا في الفندق اللي انا شغال فيه مثلا. فببص كده ففكرت بقى شويه، قلت امال لو واحد مثلا عنده 100,000 مشترك، تخيل ده عنده 20,000 وتعمل كده، لما واحد بقى عنده 100,000 مشترك مثلا على اليوتيوب، او واحد مثلا عنده مليون فولو مثلا على الانستجرام، فلا ليها صلاحيات كتيرة. بعيدا عن انك هتبقى مشهور، بعيدا عن هيبقى معاك فلوس، معاملة الناس هتتغير 180 درجة. جو هوا وبرد بطريقة بنتناك يعني. ده فندق سفير بقى، فندق كبير هناك. المهم يعني الواحد لازم يبقى يوتيوبر، بيتعامل معاملة خاصة، بتاخد فلوس، بتتعامل بتاع حلوة. كان اليوتيوب معروفة، فلوس اليوتيوب. بتسافر دبي، بتركب يخت، بتلبس قميص مفتوح 3 زراير وبتاع، وبتشرب خمرة وبتلحد دايما يعني كده. فان شاء الله خير يعني، وابقى انفلونسر او يوتيوبر ان شاء الله خير يا رب.